السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا بيكم فيديو جديد هنتكلم فيه عن أفضل الأجهزة اللي موجودة في السوق المصري بعد تغيير الأسعار من 5000 جنيه إلى 15000 جنيه، وهنبدأ على طول بأول فئة من 5000 إلى 5500 جنيه. وفي الفئة دي برشح لك جهاز واحد وهو الفيفو واي 33. أهم ميزة فيه إنه صنع في مصر أو تم تجميعه محلي، ودي ميزة مهمة جدا، يعني هتضمن كده خدمات ما بعد البيع. لا قدر الله لو حصل أي حاجة في الجهاز هتلاقي قطع غيار، ودي كانت مشكلة في بعض الأجهزة لما كان بيحصل أي حاجة أو أي مشكلة أي سي باور يضرب ولا حاجة، كنت تروح التوكيل يقول لك اصبر شهر ولا اتنين عقبال ما قطع الغيار تيجي. كون ان الجهاز متجمع في مصر فدي ميزه مهمه، يعني هتخليك كده يعني قلبك مطمئن من اي حاجه تحصل للجهاز. كمان الجهاز مميز جدا في الاداء، بيجي صحيح ببروسيسور ما هوش جديد الهيليو جي 80، اداؤه كويس، ولكن المهم هو واجهه تشغيل فيفو المستقره جدا، فالاداء هنا حلو في المهام اليوميه وكمان في الالعاب. الكاميرا بتاعت الجهاز مميزه جدا، كاميرا حلوه في الفئه ديت. التصميم بتاع الجهاز خفيف جدا، يعني ما تحسش ان انت كده ماسك تليفون رخيص ولا حاجه، لا شكله شيك جدا ووزنه خفيف. البطاريه 5000 ملي امبير هتكمل معاك يومين لو انت استخدامك متوسط، ويوم كده لو انت استخدامك تقيل، مع شاحن 18 واط يعتبر يعني شاحن سريع في الفئه السعريه دي. عيب الجهاز ان الشاشه هنا من نوع اي بي اس ال سي دي، وده مش عيب قوي، يعني الشاشه كويسه والوانها جميله فول اتش دي بلس، ولكنها 60 هرتز فقط مش 90 هرتز، فانا مش بعتبر ان ده عيب كبير يعني. فالجهاز يعتبر قيمه جيده جدا مقابل السعر. نروح بقى لفئه اعلى شويه من 5500 جنيه الى 6500 جنيه او تحت ال 7000 جنيه، وفي هنا 4 اجهزه برشحهم ليك. 3 اجهزه منهم نزلوا في الربع الاول من عام 22، وجهاز واحد لسه نازل قريب وهو نبدا بيه بقى، وهو السامسونج الاي 23 اللي انا بعتبره برضه جهاز يعني فيه ميزه مهمه، وهو انه صنع في مصر او تم تجميعه محلي، فدي ميزه مهمه جدا، يعني ان انت تضمن خدمات ما بعد البيع زي الفيفو واي 33. الجهاز ده برضه فيه مميزات حلوه جدا، تصميمه حلو والخامات بتاعته جميله جدا. الكاميرا بتاعته فيها او اي اس مثبت بصري، وفي رايي او يعني حسب معلوماتي مفيش جهاز خالص في الفئه ديت فيها مثبت بصري، حتى في الاجهزه الاعلى مفيش مثبت بصري غير في اجهزه سامسونج برضه. البطاريه 5000 ملي امبير هتكمل معاك اليوم، والشاحن 25 واط، يعني نقدر نقول انه شاحن سريع في الفئه السعريه ديت. الجهاز بصراحه اداؤه كويس كمان، يعني انا ما استخدمتوش لفتره طويله ولكن اداؤه حلو، يعني بيجي ببروسيسور سناب دراجون 680 زي الثلاث تليفونات اللي هنتكلم عليهم دلوقتي. ان شاء الله هيكون في فيديو كده تفصيلي لمراجعه الجهاز، فيعني اتاكد ان انت مفعل زر الجرس واشترك في القناه عشان يجي لك فيديو بمراجعه الاي 23. اما الثلاث اجهزه التانيين اللي انا استخدمتهم بقى لشهور طويله وبشكل مكثف، وهو ريدمي نوت 11 وريلمي 9 اي والاونر الاكس 8. الثلاث اجهزه دول مميزين جدا، واي جهاز هتفكر ان انت تجيبه مش هتندم، ولكن خد بالك ان كل جهاز كده فيه ميزه مختلفه. هنبدا بافضل اداء في الثلاث اجهزه، زي ما لسه قايل ان السامسونج الاي 23 فيه بروسيسور سناب دراجون 680، فالثلاث اجهزه دول برضه فيهم نفس البروسيسور السناب دراجون 680، ولكن افضل اداء فيهم هو الريلمي 9 اي بسبب واجهه التشغيل المستقره اللي زي الفيفو. واجهه التشغيل اساسا يعني مبنيه على الكالر او اس بتاعت اوبو، فواجهه التشغيل حلوه جدا مع البروسيسور هيديك اداء جميل. يجي في المركز الثاني الاونر الاكس 8 اللي برضه يعتبر كده اداؤه كويس جدا. اونر كانت لسه راجعه لمنصه الاندرويد بالاكس 8، فعامله فيه شغل كويس جدا. واخيرا الشاومي او ريدمي نوت 11، يعني واجهه تشغيل شاومي زي ما احنا عارفين تقيله شويه، ولكن الاداء تمام ما فيش فيه مشاكل. افضل كاميرا في الثلاث اجهزه او في الاربع اجهزه بقى هو الاونر الاكس 8، ويجي بعديهم السامسونج الاي 23، وبعديهم الريلمي 9 اي، يعني ما فيهوش كاميرا عريضه خد بالك، ولكن الاداء بتاعها كويس. واخيرا الشاومي او ريدمي نوت 11. فدي الترتيب كده بتاع الكاميرات، وهسيب لكم في الديسكريبشن وفي الاي فوق مراجعه كل كاميرا ما عدا الاي 23 لسه هنراجعه. افضل بطاريه في الاربع اجهزه النوت 11 بطاريه 5000 ملي امبير، وال9 اي بطاريتين دول حلوين جدا وبيجوا بشواحن 33 واط، ويجي بعديهم الاي 23، واخيرا الاونر الاكس 8. افضل صوت في الاربع اجهزه النوت 11 وال9 اي بيجوا بسماعات ستيريو سبيكر، صوت جميل جدا في الجهازين دول. اما الاكس 8 والاي 23 فسماعه مونو او سماعه وحيده. افضل شاشه هي شاشه النوت
نوت 11 شاشه اموليد وبتيجي بسطوع 1000 نتس، ودي الشاشه الوحيده في الفئه دي اللي بتصل سطوعها الى 1000 نتس. ويجي بعديها في ترتيب الشاشات الاكس 8 وبعديهم الاي 23 واخيرا ال9 اي. يعني الاي 23 وال9 اي تقريبا الشاشتين قريبين قوي لبعض، فنقدر نقول كده ان الاربع اجهزه دول يعني كويسين جدا ومفيش عيوب نقدر نقول انها يعني تخليك ما تشتريش واحد فيهم. لا، الاربع اجهزه مميزين جدا، ولكن كل واحد زي ما قلت فيهم ميزه مختلفه عن التاني. فشوف انت محتاج ايه وركز عليه، وزي ما بقول لكم هسيب لكم الفيديوهات او مراجعه الاجهزه في الديسكربشن وفي الاي فوق. ونروح بقى الفئه اعلى من 7000 جنيه الى 10000 جنيه، وانا برشح لك في الفئه دي 5 اجهزه. 4 اجهزه برضو نزلوا في الربع الاول والربع الثاني من عام 22، وجهاز لسه نازل. نبدا بالجهاز اللي لسه نازل وهو الفيفو في 25، وفي برضو نفس الميزه اللي موجوده في الاي 23 وفي الواي 33، وهو انه صنع في مصر، فخدمات ما بعد البيع هتكون متوفره. الجهاز اداؤه حلو جدا كمان، زي ما لسه قايل من شويه ان واجهه فيفو واجهه مستقره، الى جانب دايمانستي البروسيسور ال 900 اللي اداؤه كويس جدا 6 نانومتر. الكاميرا بتاعت الجهاز برضو معقوله قوي، والبطاريه بتاعت الجهاز 4500 ملي امبير. هتكمل معاك اليوم عادي مفيش مشكله، ولكن المميز انها بتيجي بشاحن 44 واط فهيشحن بسرعه جدا. فالتليفون في المجمل كده اداؤه كويس جدا، وان شاء الله برضو هيبقى ليه مراجعه كده على القناه تفصيليه. تعالوا بقى نروح للاربع اجهزه اللي انا استخدمتهم لشهور طويله وبشكل مكثف، وهم السامسونج الاي 52 اس والشاومي ال 11 لايت 5 جي ان اي والشاومي ال 11 تي والريلمي جي تي ماستر اديشن. 4 اجهزه ممتازين جدا، ولكن كل جهاز برضه فيهم في ميزه. تعالوا كده بسرعه نقول على اهم المميزات اللي موجوده في كل جهاز. سامسونج اي 52 اس ممكن ما تلاقوهوش جديد حاليا، فالبديل بتاعه الاي 53. هو كان اهم ما يميزه التصميم ومقاومه الماء والغبار والشاشه والسماعات وكمان الكاميرات المميز جدا فيها. فتليفون كان مميز جدا وزال مميز جدا. كان يعيب هذا الجهاز انه الشحن اللي بيجي داخل العلبه 15 واط فقط، ومنظومه الشحن اقصى منظومه للشحن 25 واط، فهتضطر تشتري شاحن 25 واط. والبطاريه يعني بعد التحديثات وبعد الفتره طويله من الاستخدام حسيت ان ادائها اصبح اقل من المتوسط. بيجي بقى ل 53 بيحل المشكله دي، يعني في بطاريه 5000 ملي امبير هتحل لك القصه بتاعه البطاريه، ولكن لا يزال الشحن مش موجود جوه العلبه، هتضطر تشتريه. والبروسيسور اللي موجود في الاي 53 اكسينوس 1280، اقل شويه من السناب دراجون 778 جي اللي موجود في الاي 52 اس، ولكن اداء كويس يعني ما فيهوش مشاكل يعني تواجهك يعني في الاداء. فالتليفونين دول مميزين جدا. لو لقيت الاي 52 اس هيكون افضل لانه هيكون ارخص. تعالوا بقى نروح للشاومي. عندنا تليفونين من شاومي زي ما قلنا، الشاومي ال 11 لايت 5 جي ان اي وال 11 تي. نبدا بال 11 لايت 5 جي ان اي. الجهاز ده موجه للناس اللي بيحبوا حاجات كده خفيفه، مسكه التليفون شيك جدا، يعني حاجه كده في منتهى الجمال. الخامات كمان بتاعه الجهاز حلوه قوي. الكاميرات في التليفون ده مميزه جدا، سواء السيلفي او الكاميرات الخلفيه. كاميرا السيلفي بتاعه الجهاز ده يمكن تكون افضل كاميرا سيلفي موجوده في تليفون من شاومي، فبصراحه جهاز حلو قوي. واللي انا لاحظته ان الفيديو بتاعه فيديو تحفه، يعني في ثبات كده جميل جدا، برغم انه ما فيهوش مثبت بصري، في مثبت الكتروني، الا انه الثبات بتاعه حلو قوي. برضه هسيب لكم كده تجربه الكاميرا والمراجعه بتاعه الكاميرات في الايفون وفي الديسكربشن تحت. التليفون كمان البطاريه بتاعته 4250 ملي امبير، ولكن ادائها معقول، بتيجي بشاحن 33 واط، فالاداء كويس جدا في الشاومي ال 11 لايت 5 جي ان اي. زي ما بقول موجه للناس اللي عايزين حاجه خفيفه. اما خوخو بقى ال 11 تي فده موجه للناس اللي عايزه شغل شاق، زي ما بقول كده حمار شغل. يعني التليفون بصراحه قوي جدا في الاداء سواء في الالعاب او في المهام اليوميه. البطاريه 5000 ملي امبير. البروسيسور اللي بيجي في ال 11 تي دايمانستي 1200، زي ما قلت في المراجعه بتاعه الجهاز ده انه يعادل السناب دراجون 870، يعني اقوى من السناب دراجون 778 جي اللي موجود في اخوه ال ان اي.
فبصراحه الاداء في التليفون ده هو اكثر ما يميزه. شاشه حلوه، كمان البطاريه زي ما بقول قويه، وبتيجي بشاحن 67 واط. يعيب الجهاز ده انه تقيل، وزنه تقيل، والكاميرا السيلفي بتاعته مش احسن حاجه. نروح بقى لريلمي جي تي ماستر اديشن اللي عامل كده زي الان اي، تصميم شيك جدا مختلف مميز، وزن خفيف، وكاميرا حلوه، وشاشه جميله، شاحن سريع، بطاريه برضه يعتمد عليها، فتليفون مميز جدا. عموما الاربع اجهزه دول من اكتر التليفونات اللي انا استمتعت باستخدامهم. نروح بقى الفئه اعلى من 10000 الى 15000 جنيه، وهنا في 3 اجهزه. نبدا باول جهاز واهم واحد فيهم برايي الشخصي، وهو الشاومي ال11 تي برو. ده زي اخوه كده برضه، حمار شغل، ده حصان شغل بقى يعني. جهاز قوي جدا، بيجي ببروسيسور سناب دراجون 888 مع شاحن 120 واط، وبطاريه 5000 ملي امبير، وشاشه تحفه. تليفون جميل جدا صراحه، يعني في كل حاجه انت محتاجها في الجهاز دوت. يعيبه برضه الحجم الكبير، وانه بيسخن شويه مع الالعاب بسبب البروسيسور القوي السناب دراجون 888. يجي في المركز الثاني في الفئه السعريه من 10 ل 15000 هو ريلمي جي تي نيو 2. الجهاز ده برضه حلو جدا، صحيح بيجي ببروسيسور اقل شويه سناب دراجون 870، ولكن مع واجهه ريلمي المستقره الاداء هنا فل، يعني حاجه في منتهى الجمال. الكاميرات يعتمد عليها، الشاشه حلوه، تليفون كده اقدر اقول بصراحه كومبو مميزات. نيجي بقى في المركز الثالث وهو السامسونج الاي 73. صحيح الجهاز ده فيه بروسيسور اقل من الجهازين اللي لسه قايل عليهم، السناب دراجون 778 جي، ولكن سامسونج مش عارف عامله حاجه فيه مخليه حلو، يعني الجهاز اداؤه كويس. اللي بيميز الجهاز ده هي الكاميرا بصراحه مميزه جدا، وانا بعتمد على الجهاز ده لغايه دلوقتي في التصوير وفي حاجات كتير. بصراحه جهاز حلو. يعيب الجهاز هو منظومه الشحن، الشاحن 25 واط ومش موجود في العلبه، هتضطر تشتريه، فده العيب اللي انا بشوفه في الاي 73. ولكن بخلاف كده جهاز اداؤه متوازن، ما هوش اقوى اداء ولكنه اداء متوازن زي ما قلت قبل كده. ودي كانت كل الاجهزه اللي موجوده في السوق المصري من 5000 الى 15000 جنيه اللي انا برشحهم لحضرتك. في بعض الاجهزه بقى من خارج مصر اللي انا بشوفها برضه قيمه مقابل سعر جيده جدا، يعني ممكن تجيبها من دول الخليج او بعض الاماكن اللي بتستورد الاجهزه، واهمهم في رايي الشخصي هو الوان بلس 10 ار ايس اللي بيجي ببروسيسور قوي جدا دايمانست 8100 ماكس، بروسيسور قوي جدا واداء خرافي صراحه في الوان بلس 10 ار ايس. تصميم كمان شيك جدا، شاحن بقى 160 واط زي ما قلت في المراجعه بتاعته، شاحن صاروخ يعني لازم تجربه، بيشحن التليفون في حوالي 6 دقائق او 7 دقائق، حاجه كده جامده جدا. كمان عندنا ريلمي جي تي نيو 3 اللي بيجي برضه ببروسيسور دايمانست 8100، مش ماكس العادي ولكن اداؤه برضه كويس جدا، والكاميرات بتاعته حلوه قوي. ومن شركه شاومي عندنا بوكو اف 4 وبوكو اف 4 جي تي، دي تليفونين ممتازين جدا. واخر تليفون او اخر تليفونين بقى برشحهم لك من شركه اوبو، وهو رينو 8 برو ورينو 8 برو بلس. التليفونين دول ممتازين جدا برضه، بيجوا ببروسيسور دايمانستي 8100 ماكس، ادائهم تحفه. ان شاء الله هيكون في فيديو مراجعه للجهاز ده، لان يعني مبسوط جدا ومبهور بالكاميرا بتاعته، حقيقي كاميرا مميزه قوي. ودي كانت كل الاجهزه اللي انا برشحها لكم. اتمنى كده تقولوا لي رايكم في التعليقات، وتعملوا لايك وتفعلوا زر الجرس. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.